السلام عليكم. معاكم إمام من قناة كرة الدكتور. هنتكلم النهاردة على السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك. هنبتدي بقى بالأهلي. الأهلي اتحسن كتير عن الماتشين اللي فاتوا. ماتش نهائي السوبر الأفريقي قدام الزمالك، وماتش سيراميكا كليوباترا في نص نهائي كأس السوبر المصري. عن طريق اتحسن ازاي؟ عن طريق الضغط العالي رجع تاني. الروح رجعت اللعيبة تاني، تحس إن كانوا بيلعبوا الماتشين اللي فاتوا دول من غير روح، من غير قتالية على الكورة. الزمالك كان احسن في السوبر الافريقي، والسيراميكا كان احسن في نص النهائي. الروح اتحسنت كتير. الضغط العالي. صناعة الفرص رجعت تاني. الاهلي صادفوا سوء توفيق في الفاولين بتوع يحيى عطية الله، وكمان وسام ابو علي. بس في مشكلة لسه عند الاهلي، وهي اضاعة الفرص السهلة. فرصة وسام اللي اتحسبت اوفسايد دي ضاعت، وكمان فرصة حسين الشحات في الشوط الاول قعد بصورة غريبة جدا، وفرصة بيرسي تاو في الوقت الإضافي. الماتش كان ممكن يخلص سكور في 90 دقيقة عادي خالص، مش محتاجين نوصل لضربات جزاء ووقت إضافي. بس يعني أحسن كتير، والصورة اتحسنت بالنسبة لماتش العين الإماراتي يوم التلات الجاي. واحد بقى مطمن شوية على الأهلي قدام العين الإماراتي. نروح بقى للزمالك. الزمالك عرف يوصل الماتش زي ما هو عاوز، لضربات الجزاء واكسترا تايم. عشان طبعا معروفة ان عواد متفوق في ضربات الجزاء، او بيعرف يصد ضربات جزاء. بس كويس برضو اللي عرف يطلع من الماتش بكده، وهو لسه طالع من ماتش كبير قدام بيراميدز، يعني تحية كبيرة ليهم. كمان برضو الزمالك ما عندوش عمق في التشكيلة، فابتدى ينزل ناشئين عشان يقدر يجاري الأهلي ويجي يعرف يلعب 120 دقيقة. عبد الله السعيد طبعا أداؤه كويس جدا في ماتش بيراميدز وماتش الأهلي النهاردة. في الآخر أحب أقول هارد لك كل الزملكاوية، عملوا ماتش كبير على قد المستطاع وعلى قد التشكيلة بتاعتهم، وألف مبروك لكل الأهلاوية وأنا منهم طبعا. فوز بكأس السوبر المصري، يا ريت تكمل على خير ونلعب قدام العين ونحاول نكسب العين. هما طبعا سكواد أقوى بكتير، بس الجماهير هتعمل المستحيل إن شاء الله. وفي آخر الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وتقولي توقعاتك لماتش العين والأهلي إيه، الأهلي والعين، في الكومنت. والسلام.